لغاية ما في يوم أم أحمد اللي كانت بتتعامل معاها زي بنتها قالت لها الكلمة اللي خلت الدم يجمد في عروقها: الشقة دي هتبقى واسعة عليكي يا مريم، تعالي اقعدي عندي وابني يتجوز فيها. مريم حست إنها اتخدرت. شقتها، الشقة اللي تعبت فيها، الشقة اللي كانت حلم عمرها، وأبوها ادالها مبلغ عشان تجيب الشقة اللي تسكن فيها هي وجوزها، وكتبتها باسمها لأن ده حقها. بس الصدمة الأكبر كانت لما اتكلمت مع أحمد: وفيها إيه يا مريم لما تقعدي مع أمي وأنا اتجوز هنا؟ مريم وقفت مصدومة. هو ده أحمد جوزها؟ الإحساس بالغدر كان أقوى من أي وجع. كل ده ومريم اللي مرتبها أحسن من أحمد وعندها رصيد حاسة إنها بتتباع ببلاش. يا ترى مريم عملت إيه بعد الغدر ده؟ وهل أحمد رجع عن كلامه؟ النهاية اللي محدش يتوقعها في الجزء الخامس والأخير، ما تفوتوهاش.